ليلة رمضانية رياضية سعيدة جدا الصراحة. الزمالك بيكسب 3-0. استمرار لتحسن الأداء بشكل نسبي مع بيسيرو. الماتش اللي فات ماتش زد لعبنا ماتش ممتاز جدا. جايز كان أفضل ماتش من فترة كبيرة برغم إن احنا ما كسبناش. النهارده بنكمل الأداء الجيد. طبعا الوضع مع عبد الله السعيد كالعادة مختلف من غير عبد الله السعيد. ناصر منسي المجتهد اللي لو فيه زيه كتير في الملعب حتى بإمكانياته الفنية المتوسطة، لكن برجولته واجتهاده بتعوض حاجات كتير. واللعيبة اللي شبه ناصر منسي بتحط باقي اللعيبة المتخاذلة في موقف صعب، لأن الناس بتقارن، لأن كلنا عارفين إن ناصر منسي مش مهاجم سوبر، لكن اللي هو بيعمله والإنتاج بتاعه اللي هو بيقوم بيه بسبب اجتهاده ورجولته بيعوض كتير حاجات كتير، وبيبين كتير قد ايه لعيبه تانية ربما يكون عندها امكانيات فنيه افضل منه واكبر منه، لكن متقاعسين بقى اهمال لا مبالاه معرفش. لكن المشكله عنده، خد بالك ناصر منسي عنده رقم ممتاز جدا. ناصر منسي عنده افضل معدل تهديفي في الدوري، بيسجل هدف كل 80 دقيقه. يعني بمعنى ان ناصر لو كان لعب دقايق اكتر من اول السيزون كان ممكن تلاقيه دلوقتي هداف الدوري مرتاح. فالحمد لله فوز مهم. آم، اظن ان احنا بعدنا عن المنافسه عن الدوري، لكن لسه عندك فرصه انك تنافس على المركز الثاني، خصوصا لو الاهلي بكره ضيع نقط. الاهلي بكره بالمناسبه عنده ماتش صعب. طلع الجيش عنده فرصه كبيره جدا ان هو يبقى موجود في النص الاول من الدوري، وبالتالي يلعب على مجموعه البطوله في حاله ان هو تعادل بكره مع الاهلي. فماتش صعب بكره للاهلي. بس الحاجة التانية بقى أرسنال في الشامبيونز ليج كسبان لغاية دلوقتي 5-1 بره أرضه على بي اس في اندهوفن، وده بيفتح الطريق، يحط يعني رجل ونص في أو أكتر في دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا. الناحية التانية ريال مدريد حتى الآن أهو الدقيقة 70 وكسبانين 2-1 أتلتيكو مدريد. وبيختم اليوم بقى بفوز باسكت الزمالك على باسكت الاتحاد في المرحلة الترتيبية لدوري السوبر 101 97 في ملعب الاتحاد. أول ماتش للمدرب الأسباني الجديد سيجورا. عملوا ماتش كبير جدا. واحد كان مشغل 3-4 ماتشات في نفس الوقت. فلا عملوا ماتش كبير بدون محترف، بداية مبشرة للمدرب، ولعله خير والزمالك ينافس السنة دي بقوة على الدوري يعني. فرمضان كريم، ورب كل الليالي الكروية في رمضان تبقى حلوة كده.